هلو ماين شولر. النهاردة معادنا مع الحصة الأولى في المراجعات بالنسبة للصف الأول الإعدادي. دي المراجعات النهائية وهتكون طبعا بالمواصفات الجديدة للامتحان. يلا بينا نبدأ. طبعا ده السؤال الأولاني بيبقى تكست ارفاسونج اللي هو القطعة، والقطعة دي احنا بنقراها كويس وبنبدأ نجاوب على الأسئلة سؤال سؤال وبنجاوب إجابة كاملة، غير الأول احنا كنا بنختار الإجابة. دلوقتي ده على حسب المواصفات الجديدة هنكتب الإجابة كاملة. طب يلا هنعمل ايه؟ هنقرأ القطعة وبعد كده نقرأ الأسئلة كويس قوي وبعد كده نقراها تاني. يلا نشوف. هلو ich bin ليزا، أنا اسمي ليزا. 14 Jahre alt، عمري 14 سنة. Ich komme aus Frankfurt، أنا بأتي أو موطني مدينة فرانكفورت. Das ist in Deutschland، فرانكفورت ديت das هنا مقصود بها فرانكفورت، موجودة في ألمانيا. aber ich wohne jetzt in München، لكن أنا دلوقتي ساكنة فين؟ في مünchen. ich spreche Deutsch، أنا بتكلم ألماني. aber auch لكن أيضا good English، لكن أيضا أنا بتكلم إنجليزي كويس جدا، أو بمعنى أوضح أنا متمكنة من اللغة الإنجليزية. das ist meine Mitschülerin، ودي صديقتي أو زميلتي. sie heißt منى، اسمها منى. sie kommt aus Ägypten، هي جاية من مصر، موطنها مصر. sie wohnt jetzt in Deutschland، ومنى ديت حاليا موجودة فين؟ في ألمانيا، بتعيش في ألمانيا. sie ist so alt wie ich، so wie معناها تماما مثلي، يعني هي كمان عمرها زي زي عمري، يعني هي كمان عندها كام سنة؟ 14 سنة. نخلي بالنا من الحاجات ديت. Sie spricht gut English، هي بتتكلم إنجليزي كويس جدا. aber nicht so gut Deutsch، لكن ألماني لسه ما هيش متمكنة. Sie spielt gern Karten، هي بتحب تلعب كوتشينة. ich spiele gern mit، بحب أنا ألعب معاها قوي. تمام. نبدأ السؤال الأول. السؤال الأول بيقول wo wohnt ليزا jetzt؟ بالنسبة لليزا، ليزا دلوقتي بتعيش فين؟ نطلع للقطعة كده. قال ich komme aus Frankfurt، أنا بأتي من فرانكفورت. das ist in Deutschland، aber أيوة ich wohne jetzt in München، أنا دلوقتي بعيش فين؟ في مünchen. يبقى الإجابة ليزا wohnt jetzt in München، دي الإجابة الأولانية. طيب رقم 2، wo ist Frankfurt؟ wo احنا قلنا أين تقع فرانكفورت؟ احنا خدنا برضو في السطر الأولاني قلنا das ist in Deutschland، هي بتقع فين؟ في ألمانيا. طبعا قلنا das بتعود على مين؟ على فرانكفورت، يبقى فرانكفورت ist in Deutschland. السؤال الثالث، spricht منى good Deutsch؟ هنا سؤال بالفيرب، يبقى الإجابة يا إما يا إما nein. طيب بيقول لي هل منى spricht منى good English Deutsch؟ يعني هل هي متمكنة من اللغة الألمانية؟ طبعا هي في السطر اللي قبل الأخير بتقول aber nicht so gut Deutsch، يعني هي ما بتتكلمش ألماني كويس. يبقى في الحالة دي nein، منى spricht nicht gut Deutsch. نيجي للسؤال اللي بعديه، woher kommt منى؟ منى دي بتأتي من أين، أو من أين تأتي؟ موطنها طبعا احنا عندي في السطر الثالث من فوق قالت أكملته السطر الثاني، قالت زي هايست منى مالها؟ زي kommt aus Ägypten، يبقى هنا woher kommt منى، يبقى منى kommt aus Ägypten. السؤال الخامس، wie alt ist منى؟ منى عمرها كام سنة؟ طبعا هي قالت so alt wie ich، يعني تماما مثل سني، واحنا عارفين من السطر الاولاني ان ليزا عندها كام سنة؟ 14 سنة. يبقى منى ist 14 Jahre alt. السؤال السادس، was spielt ليزا gern؟ ليزا بتحب تلعب طبعا
عندي تحت قالت ايه منى اللي هي زي في اخر سطر، قالت زي شبيلت جيرن كارتن ايش شبيله جيرن ميت، انا كمان بحب العب ايه معاها. تمام. نشوف كده الاجابات مع بعض. السؤال الثاني الجراماتيك بيقول لي wähle das richtige Wort aus، اختار الكلمة الصحيحة. is das Frau هالة؟ طبعا نبص او نقرا اللي ما بين الاقواس. قال لي nein nicht ja. das ist Frau عليا. يبقى في الحالة دهيت ايه هنا الإجابة اتغيرت، يبقى في الحالة دي ايه يا إما يا إما ناين اللي بيتحط في الأول ويجي وراهم كما، يا إما يا إما ناين. يبقى كلمة نشت دي مستبعدة. تمام. هنا اتغير الاسم، يبقى في الحالة دي ناين. السؤال التاني wo ist dein Vater؟ أحمد فين باباك؟ قال له دا هنا اهو ist مين؟ ابص على الاختيارات الاقيها عباره عن ضمائر شخصيه اللي هي ايش وزي واير، دول الضمائر الشخصيه اللي بعوض بيها عن الاشخاص. يبقى في الحاله دهيت هعوض بيها عن كلمه مين فاتر، فاتر ده يبقى اير. السؤال الثالث das ist نقط mein Freund، وكمل بجمله تانية das ist mein Onkel، يعني ده مش صديقي، ده mein Onkel عمي. يبقى في الحالة دي أنا بنفي الجملة الأولانية. هنفي بإيه؟ هقول أوخ دي معناها أيضا. طب أقول إن ده حرف جر يجي وراه مكان، يبقى مين؟ نشت. السؤال الرابع بيقول لي فوهين فوهير، دي عبارة عن أدوات استفهام. لما نلاقي المطلوب أداة استفهام يبقى بسرعة أبص على الإجابة. أبص على الإجابة ألاقيها يقول لي إيه أوس الأقصر، يبقى من الأقصر. يبقى أنهي أداة؟ طبعا فوهير اللي هي معناها من أين. طب الاتنين التانيين فو أين، الإجابة إن. فوهين اللي هي إلى أين. رقم 5 meine Oma، ده دي الفاعل اللي هي الجدة. spreche spricht sprichst gut russisch. ايه ده؟ ده هنا هو التصريف الفيرب. طبعا الفيرب بيصرف مع الفاعل. الفاعل بتاعي هنا أوما اللي هو مفرد. طب لو انا شلت كلمة أوما اعوض عنها بمين؟ برافو، بزي المفرد. يبقى تصريف الفيرب spricht اللي في النص، وطبعا عارفينه انه فعل قوي، يبقى بيتغير الحرف المتحرك اللي فيه. طبعا انهي واحدة المتغيرة؟ اللي هي اللي في النص والأخيرة. طب الأخيرة اللي بتنتهي بإس تي، برافو، ده تصريفه معدوم. طيب رقم 6 بيقول لي عمر قال لي إيست ولا فونت ولا شبيلت. طبعا لما بلاقي تصريفات لأفعال يبقى أول حاجة أبص لها تصريف الفرب مع الضمير أو مع الفاعل اللي موجود عندي. ألاقي التلاتة تصريفهم يمشي مع كلمة عمر. طب يبقى هنا معنى أنهي بقى واحدة؟ أكمل القراية. قال لي أوز بون. أوز ده يبقى بيجي مع فيرب كومن، بس ما فيش فيرب كومن. يبقى ايه الفيرب اللي يعوض عن كتير قوي من الافعال؟ برافو، فيرب زاين اللي من تصريفه است. رقم 7 بيقول لي في، قال لي بيست ولا هايس ولا هايست دو، الإجابة أنا. طبعا هنا اسم شخص، المفروض ان الفاعل العاقل اسأل عليه بفير، بس هنا الأداة في دي استخدمتها بمعنى ما مع حاجتين، مع فيرب هايسن ومع كلمة نعم بمعنى ما. طبعا هنا اللي هيمشي مين؟ فيرب هايسن. بس هنا قدامي اختيارين، يا اما هايسة يا اما هايست، يبقى اختار مين؟ اشوف الفاعل بتاعي هنا دو، يبقى التصريف هايست. السؤال الثالث التاجزيتواتسيون، المواقف، وهبدأ أختار الإجابة الصحيحة. طبعا هنا في المواقف أخلي بالي كويس جدا مين اللي بيسأل ومين اللي بيتسأل. هنا بيقول لي دو فراجست، إن أنت تسأل، يبقى أنا اللي بسأل، يبقى بختار سؤال. قال لي دو فراجست نخدم ألتر، أنت بتسأل على العمر، بسأل على العمر، يبقى نمرة سي في ألت بس دو. السؤال الثاني بيقول لي داين فرويند زاكت، صديقك بيقول
Entschuldigung. Entschuldigung معناها معذرة أو آسف. يبقى هرد عليه وأقول له إيه؟ هقول له nein danke، لا شكرا. يا كلار، أيوة واضح، لا طبعا. يبقى التالتة das macht nichts، يعني ولا يهمك، تمام. يبقى هو ده الاختيار. السؤال الرابع بيقول لي schreibe das unpassende Wort in die Lücke، يعني اكتب لي الكلمة المش مناسبة. طبعا لما يجي لي سؤال زي كده اقراهم الاول كلهم، الاربع كلمات اللي هو جايبهم لي، وبالتالي لازم بيبقى في علاقة بتربط بينهم، بيبقوا دول مجموعة على حاجة معينة. تمام، يلا نبدأ نشوف كده ايه العلاقة بينهم. قال لي مورجن، ابند، هالو، نخت. هنا عندي مورجن وابند ونخت عبارة عن فترات، صح كده؟ فترات زمنية. يبقى في الحالة دي مين؟ كلمة هلو دي عبارة عن تحية، يبقى دي خارج المجموعة، يبقى هي دي الايه المش مناسبة. طب نبص على السؤال التاني. قال لي ايش فونن اير دو. طيب هلاقي ان ايش واير ودو عبارة عن ضمائر شخصية، يبقى في الحالة دي المختلف مين؟ فونن، ده عبارة عن فيرب. رقم 3 زيبن دراي ياتست تسفانزيش، دول عبارة عن أرقام. زيبن اللي هي 7، دراي 3، ياتست الآن، تسفانزيش اللي هي 20. يبقى في الحالة دهيت مين المختلف؟ كلمة ياتست الآن. نيجي هنا لأجمل سؤال اللي هو إرجنس دين ديالوج، أكمل الديالوج الموجود عندي. ده الديالوج دوت من الحاجات، من الأسئلة الجميلة جدا. طيب أنا هعمله إزاي؟ أي ديالوج لازم يكون بيدور حوالين موضوع معين، فعشان كده عشان أحله صح لازم أقراه الأول، وبعد كده أبدأ أشوف هنا مين إحنا الاتنين بنتكلم مع بعض، ولا اتنين بيتكلموا على واحد، ولا واحد بيكلم مجموعة. نبدأ نشوف يلا مع بعض. قال لي هانز ومين وماكس، دول يبقوا اتنين بيسألوا بعض. فهانز بيقول ايه؟ هلو، وسأل سؤال، رد عليه ماكس وقال له das ist مارتن. ده مين؟ مارتن. يبقى كده ايه؟ اتنين بيتكلموا على واحد. طيب هانز سكت؟ لا، راح سائل سؤال، راح رادد عليه ماكس وقال له اير، هو Er ist 16 Jahre alt. هو عمره 16 سنة. طيب هانز سأل سؤال، قال له طيب woher kommt er؟ ماكس ردوا عليه وإيه وقال له طبعا البلد أو المدينة اللي هو جاي منها. طيب نبدأ نعمل السؤال مع بعض. نمسك من الأول. هانز هلو سأل سؤال، رد ماكس وقال له das ist مارتن. طيب في الحالة دي أنا عايزة أعمل سؤال. طبعا السؤال عندي في اللغة الألمانية بيبدأ بأداة استفهام، طالما الإجابة ما هياش لا يا ولا نين، يبقى السؤال هيبقى بأداة استفهام. هعلم على كلمة مين؟ مارتن، وبعد كده أشوفها عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى في الحالة دي هسأل عليها بفير. رقم 2 يتحط الفيرب. رقم 3 الفاعل أو الموجود باقي الجملة. يلا نشوف كده مع بعض. يبقى السؤال wer ist das؟ السؤال التاني هانز سأل سؤال، رد ماكس وقال له er ist 16 Jahre alt. ايه اوضح حاجة في الجملة؟ اللي هي 16 Jahre alt، يعني 16 سنة. طب يبقى كده انا هسأل على ايه؟ برافو، هسأل على العمر. يبقى بسأل على العمر بايه؟ بفي alt. جميل. يبقى رقم 2 احط الايه؟ الفيرب اللي هو مين؟ برافو، اللي هو ist. الفعل اللي هو مين؟ air. يبقى the alt ist air. طب يجي واحد يقول لي هو انا مش ممكن اشيل air واحط كلمة مارتن؟ ممكن، ما ينفعش ليه؟ بس وانا ليه اغير واتعب قلبي؟ ما هي موجودة عندي زي ما هي موجودة عندي واكتبها وخلاص. نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي woher kommt er؟ هيرد بايه؟ بجمله كامله. يبقى هبدا بالفاعل اللي هو اير
kommt، وطبعا كومن يجي صاحبها حرف الجر مين؟ aus. يبقى kommt aus، واحط اي مدينة، اقول مثلا aus بون، aus برلين، اي حتة، aus كايرو، او اي حتة تعجبني. نشوف كده الاجابات بقى مع بعض ونقراها. في النهاية أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومن بعد كده هناخد محاضرات على مراجعات كده منفصلة، يعني هنراجع على الديالوجات، هنراجع على التكست، هنراجع جراماتيك، هنراجع كده إيه بشكل جميل جدا وهيعجبكم.